اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ودايما مع حسن الختام الفقره الغنائيه في برنامج صح النوم بنستضيف فيها موهبه شابه على الطريق واعده الحقيقه من خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج صح النوم مع الكاتب محمد الغيطي. ومن خلال تواصلنا مع حضراتكم وجدنا نداءات لاستضافه المطرب الشاب احمد زكريا، واستجبنا لهذه الطلبات، واحنا دايما مع طلباتكم والتفاعل معكم من خلال صفحه البرنامج على الفيسبوك. احمد زكريا المطرب الشاب، اهلا بيك معانا في صح النوم. واضح انك ليك معجبين كتير. الحمد لله. واهلا بحضرتك يا استاذ محمد وبالقناه الجميله اللي انا بحبها والناس وجمهورها العريق. الله يخليك. انت اتعرفت من خلال فاكرني هسيبك وغيرها من الاغاني الحمد لله اللي بتمثل برضو. انا دايما اقول حلو ده حلو بس المشكله زي ما فهمت الناس كده ان حضرتك برضو ده الواحد بيحاول يتلاشى الخطا في كده. انا ملاحظ ان انت بتغني بكل جسمك والله، يعني في بادي لانجوج كده في ما ينفعش ان انا اسمع مثلا مزيكا سريعه واقعد مثلا حضرتك اغني كده. صحيح. عارف المشاهد هيقول ايه؟ ايه اللي لا بس دي حلو، دي موهبه. دي موهبه لا دي موهبه برضو كويس يعني. طبعا يعني حضرتك انا شايف ان يعني المزيكا التفاعل زي البادي لانجوج زي ما حضرتك قلت ده شيء انت بتعبر عن موسيقاك. صحيح. انا دي مزيكتي، ده شكلي. لو غنيت حاجه غير كده انا بحب التفاؤل. صحيح. بحب اكون ايجابي ضد التشاؤم، ضد كل افكار غريبه ان انا مثلا ابقى قاعد يعني اعلق الفشل على شماعه. برافو عليك. وعلى الظروف. صحيح. لا انا بحب بالنسبه لي ان انا يعني اعوذ من كلمه ان انا يعني اعمل حاجه حلوه. يعني احس الحاجه اللي انا عايز اعملها اوصلها للناس. حبوها يعني اكيد طبعا. مش كل الناس هتسقف. صحيح. مش كل الناس هتقول ده كويس. لكن يكفيني شرف المحاوله ان انا بحاول اقدم حاجه اللي انا بحبها واوصلها للناس، والحمد لله رب العالمين على حب الناس ليا وعلى النعمه اللي انا شايفها يعني في حفلاتي والفانز. طيب ايه اللي من شغلك فيه معنى التفاؤل ده ومعنى الاشراق والامل؟ بدات خلاص اجمل حياه ومعاك حبيبي هكملها. وبجد فيه احساس جميل وحاجات كتير عايز اقولها. طب يلا طب نقولها. طيب ما احنا قلنا عندي حاجات كتير والله حلوه يعني اللي هو انا يعني في اغنيه قائمه ان انا بحاول اعملها باذن الله مع شاعر كبير. الاغنيه بتتكلم في تفاصيل ان انا لازم اكون ايجابي بكل حاجه، ما ابصش. عملتوها فعلا؟ احنا لا انا قائم عليها باذن الله الحمد لله. لا انا بتكلم من شغلك اللي فات يعني غير لا لسه بصراحه، لان الاغنيه دي اصلا يعني الصيغه بتاعت اللي انا عايز اعملها عايز اوصلها للناس بشكل هي حدوته بسيطه وفيها رساله. الرساله ان انت تحمد ربنا على اللي في ايدك، ما تبصش لغيرك وتقول اشمعنى. اجتهد لان حلمك هيجي، لان انت جواك حاجات انت مش عارفها. ممكن اللي قدامك شايف ان انت كويس بس مش عايز اقول لك انت كويس عشان عارف ان انت كويس. زي الناس اللي بتتكلم على انسان من ظهره عمرها ما تعرف تتكلم عليه من قدامه. ده كله في الاغنيه. انا عامل رساله صغيره كده ليه لاصحاب العقول التراوح. قول كلام الاغنيه. طيب لا والله لسه احنا بنكتبها لسه. بس هو شاعر يعني برضه مش هقول عليه عشان هو هو شاعر جامد قوي معروف. طيب من الحاجات اللي انت قدمتها يعني شغلك اللي غير فاكرني هسيبك. غير فاكرني هسيبك ايه اغاني بقى لايت حب بقى يعني. قول. طيب حب جميله. عندي في اغنيه هي بقى يعني بجيب حق الرجاله بقى. طب قول. اسمها انا موافق. الاغنيه دي كلام وليد الغزالي ولحن باسم عبد الوهاب وتوزيع هاني يعقوب ان شاء الله. تمام. الاغنيه دي بتقول بقى ايه؟ انا موافق لو هو ده اللي هيرضيكي، هبعد ولا هفكر فيكي، مش هو ده اللي انتي عايزاه. وانا موافق وكوني كده قد كلامك، وانا عارف اللي هيجرالك هتقولي انا مش عارفه انساه. ما انا ياما قلت وحذرتك على عندك ما ينفعنيش، ولو طلبت اننا نبعد وانا هبعد وهعرف اعيش. ما انا ياما قلت وحذرتك على عندك ما ينفعنيش، ولو طلبت اننا نبعد وانا هبعد وهعرف اعيش. وانا موافق. الله حلو لحنها مناسب لصوتك وتوزيعها حلو والجمله لحنيه جديده مختلفه وبرده شبابيه. وانا عجبني فيها بصراحه الكاتش حلو. انا موافق لان كلنا دي كلمه على لساننا كلنا. صحيح. فهي حاجه سهله ان انا اوصلها للناس بسرعه. طيب القدام بقى اخبارهم ايه معاك؟ والله القدام احنا اتعلمنا كل حاجه منهم. لا اقرب لقلبك مين يعني؟ فوزي عبد الحليم، فوزي عبد الحليم، حرم فؤاد، الجيل ده جدا.
ايه، قول حاجه ليهم يعني كده ما ترضينا تدندن. يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا لا 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 ونسيتها خلاص. لا انا عشان طبعا انا يعني صراحه مش مجهز، بس انا بعشق الاغنيه دي جدا. بس برضو يعني هقول لحضرتك على حاجه، انا مش حافظ، بس يعني انا والله الفتره اللي فاتت دي يعني تقدر تقول في كده لود كبير عليا كده، يعني ما بنامش، ما فيش تركيز في يعني قوي، انا بركز في الالبوم قوي. انت بتعمل البوم دلوقتي؟ الحمد لله. اللي انا عرفته ان انت بتنتج لنفسك. ليه؟ ليه؟ عشان الشركات اللي موجوده شركات الانتاج دلوقتي ما بتعتمدش على المطربين يعني اللي هو جداد قوي. هم مكتفيين عندهم بالاكتفاء الذاتي من السوبر ستارز، ناس معينه حتى مش كله، لان حتى في ناس معروفه كبيره صحيح بيعانوا زي ما حصل مع روتانا. طبعا هو حضرتك هو بيبص لحاجه الميجا ستارز مثلا، السوبر ستار، هو يقول لك ده بيجيب لي فلوس. طب انت هتنتج البوم كامل ولا بتنتج سنجل وتوزعه؟ لا البوم كامل ان شاء الله. تقريبا بيتكلف كام يا احمد الالبوم؟ كتير. يعني كده افريج كام تقريبا؟ افريج؟ لا والله كتير قوي، كتير يعني 10 مليون 200 مليون؟ لا والرقم لا دي ان شاء الله دي ميزانيه دي. ده انا دي تعيش محافظه. لا يعني نص مليون وتعمل البوم مثلا ولا؟ لا نص مليون برضه ده بصراحه كتير يعني. انا بصراحه بعتمد على ناس اصدقائي، فهم واقفين بصراحه جنبي وقفه كويسه جدا. انا بتكلم الميزانيه كلها مش اجور الفنانين والملحن والشاعر. الميزانيه كلها لا طبعا، هو دي ميزانيه شركات كبيره اللي احنا بنتكلم فيها دي. يعني انت لا يمكن شاب في سني او تعمل البوم يعني او اقل والله. يعني بس برضه حضرتك بطبع السي دي كله؟ لا عشان نكون صراحه، بس هي الفكره حضرتك ان في، لا ما هو دلوقتي بتمشي في حاجات شركات مثلا حضرتك بتعرف مثلا ممكن الواحد يعرض شغله عليهم، يشوفك يقيمك، ايه انت ايه بالنسبه لك مثلا، ليك فانز ليك انت ايه الداتا عندك، شغلك عامل ازاي، ستايلك عامل ازاي، مختلفه، تقدم فن راقي جديد. تصوير كليب كمان لا بس الكليب نفسه بيتكلف نص مليون والله، ما عادش في الحاجات دي خلاص. لا الحاجات دي الناس معينه اللي بتحب تشتغل شغل السينما وتقنيات معينه. لكن دلوقتي في حاجات وفرت الكلام ده كتير قوي. ممكن تعمل كليب بيبقى 5000 جنيه مثلا. لا كاميرا اتش دي، لا دي بقى ميزانيه تحت السلم بقى. ده ما انا بقول لك. لا خالص. لا مش قوي كده، بس هي حضرتك برضو هي بتبقى في ناس عندها فكر. الموضوع مش امكانيات على فكره، الموضوع فكر. حاجه انت عايز توصلها، صحيح، عمل فني بصوره قيمه تحترم فيها المشاهد، تقدر توصلها. اهم حاجه ان انت تحترم المشاهد برضه وتدفع يعني عشان يبقى في صوره. لا هي مش، لا معلش، ما في ناس ممكن تقدر في له بادجت بالظبط، في له بادجت، بس انت ممكن انت تقدم ايه؟ هتقدم ايه؟ هتعرف الناس. لا انا ملاحظ ان معظم المطربين الشبان بينتجوا، يعني كان معايا محمد قماح الاسبوع اللي فات وقال لي ان هو بينتج لنفسه برضه. الله يكون في عون الجيل كله. انتوا جيل، انا الحمد لله يعني انتوا جيل مالكوش حد بيرعاكم، انت يعني جيل بلا اساتذه مثلا، بلا شركات انتاج، بلا منتجين. والله اقدر اقول احسن من كل ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا بالنسبه لي شايف ان انا مش محتاج حاجه، ربنا سبحانه وتعالى توفيقه ليا في حب. يعني بقول لك اتعلمت من مين مثلا؟ تقول لي ايه؟ فعلا عمرو دياب. ده اتبهدل ده عمرو دياب في البدايه. لا ده مدرسه، ده مدرسه، وعايز حلقه كبيره، حلقه ايه يعني 100 سنه قدام يعني عشان نتكلم يعني. طب ما دام انت معجب بيه قوي، طب غني له حاجه ثانيه. حافظ له ايه تاني غير اللي انت غنيته؟ حافظ كل اغانيه طبعا. طب قول حاجه ثانيه. الفكره برضو ان انا يعني برضو في مدارس الانجليش بالنسبه لي متعلم منها حاجات كتير جدا يعني. بتحب الغرب يعني؟ مايكل جاكسون، جون بون جوفي، كارلوس سانتانا. طب سمعنا حاجه برضو انجلش. لا هي مش حكايه في جمهور الغربي برضو. لا ما الغربي ده قصه ثانيه، عشان بتبقى عايزه حاجات اكتر، لان برضو مهما قلت مش توصل لهم زي ما حاجه. لا انا بنت صغيره طول الوقت قاعده شغاله لي غربي ومش فاهم اي حاجه منها في البيت. فاقول لا اصل على فكره حضرتك مش ضروري يعني. في ناس يعني معلش، في ناس بتعلق على الموضوع ده كتير قوي. تقول لك مثلا هو انت عارف هم بيقولوا ايه؟ يعني الفكره مش كده، انت بتسمع فكر في الموسيقى. الراجل ده بيقدم ايه؟ مزجته شكلها. لا يعني انا عشان الوقت قول لنا نغني. احنا دايما ممكن نغني حاجه ليا. ايه رايك؟ غني اللي انت عايزه. نسمع حاجه ليا. ممكن نسمع غالي. اتفضل. ايه رايك؟ غني اتفضل. نسمع غالي.
خلاص اختار بعد ما كان محتار ما عادش فيه اسرار. تعالالي غالي والغالي الخاص لي اللي بحلم بيه صدق بموت انا فيه. تعالالي قلبي قلبي خلاص اختار بعد ما كان محتار ما عادش فيه اسرار. تعالالي حبي ليك ده اكيد ده حب جديد ملاني هوا ملاني غرام ما وصفوش بكلام. مهما اعيد واقول ده مش معقول اوصف جمال ولا في الاحلام مفيش كلام يتقال. حبي ليك ده اكيد ده حب جديد ملاني هوا ملاني غرام ما وصفوش. مهما اعيد واقول ده مش معقول اوصف جمال ولا في الاحلام مفيش كلام يتقال. يا عيني غالي والغالي الخاص لي ياللي بحلم بيه صدق بموت انا فيه. تعالالي قلبي قلبي خلاص اختار بعد ما كان محتار ما عادش فيه اسرار. تعالالي. الله الله، برافو عليك برافو عليك. يا رب يكون الاغاني عجبتك. انا ملاحظ ان انت بتجيد التعامل مع الكاميرا. دربت على الحكايه ده دي؟ ذوق حضرتك والله. لا والله ملاحظ ما عينيك شاء الله الحلوه الله عليك. يخليك تسلم. وبتلاقي الكريم وبتلاقي محمد طلعت وقاعد يخرج الكليب الناس الجميله يعني بصراحه اللي بحييهم من هنا على مجهودهم الجميل ده لا شرفت بيهم النهارده والله. لا ما شاء الله عليك يعني. الله يخليك يا فندم. من الله اشطر يخليك. الناس اللي بتتعامل مع الكاميرا يعني. ده مهم للمطرب. والله حضرتك هو يمكن برضه عشان انا كان ليا تجارب قبل كده في البدايه خالص كموديل من 99 والله. عشان كده جاي لابس على المزوره فاشن شوز وعملت اعلانات. الحمد لله كان اشتغلت مع مخرجين كبار قوي خدت منهم اكسبيرينس يعني حلوه لحد تفكر تمثل؟ والله وانا الحمد لله ناس كتير قالت لي الحمد لله ان انا شاطر في الحته دي كويس يعني. بس ما جربتش لسه، ما عملتش لسه تمثيل؟ والله لا مش ما جربتش. هو الوقوف قدام الكاميرا بيعلمك حاجات كتير جدا. لا بس طبعا في حاجه اسمها ورشه ممثل. في حاجه اسمها طبعا يعني لغه مثلا الكلام مثلا يعني. طبعا هو انا شايف ان التمثيل بصراحه لا يدرس، هي ملكه او موهبه فيك لكن انت بتتعلم حاجات معينه مخارج الالفاظ في فكرتك وقفتك قدام الكاميرا عامله ازاي. يعني برضو يعني الانسان ممكن اذا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديك موهبه ومديك كاريزما ممكن دي لوحدها كفايه. انا شايف ان دي ممكن تكون توصل اي حد. مش بقول على نفسي كده، لا انا بقول على اي حد ممكن يكون عنده ده اساس بيز يعني. ان انا بعد كده لو موهبه لازم تتطور وتبقى ليك ادواتك. طبعا انت مثلا يعني فن كامل اسمه فن الممثل، علم اسمه علم التمثيل والاخراج، ده علم برضه. ده حاجه ممكن يكون برضه يعني الانسان في حياته الشخصيه او حياته الطبيعيه ممثل بارع جدا يجي قدام الكاميرا ولا حاجه. صحيح والعكس صحيح. فهي الفكره انت بتسعى انك تعمل ده يعني تبقى مطرب وممثل. والله حضرتك انجح الاول كمطرب الناس تتقبلني كده ويعني مش تتقبلني ان هو مجرد ابقى واحد كده غنى والسلام، لان مش هسمح بيها بصراحه. يا احمد زكريا اللي انت تحبني تسمعني تحضر لي حفلاتي يا اما انا ممكن اقعد في بيتي اخدها من قصرها. لان انا في الاول وفي الاخر انا بغني عشان بحب الغنى. لا بغني عشان تشاوروا عليا في الشارع ولا بغني عشان الناس تقول ده ما اعرفش اللي بيغني اهو. طب احنا لينا اغنيه واحده ونختم، تختار ايه؟ عندي فاكرني هسيبك اللي عرفتني بالناس ونزل في الاف ام والحمد لله كان يعني. طيب نسمعها ونختم بعد الاغنيه. اتفضل. هاوس بقى هسيبك تاني لولا حتى ثواني كل يوم والتاني زيد هواك. انت جيت في الدنيا حبيب عشاني ياللي فيك احلامي هعيش معاك ايامي مهما كان.
لما رحت وغبت بقيت وحداني، في حاجة كده ناقصاني، ما انت بالنسبة لي كل الحياة. نفسي اشوفك واخلك بين احضاني، ارجع لي يا غالي، يلا نرجع تاني وننسى اللي راح. من يوم ما هواك سابني وراح، ولا كنت ببعدك يوم مرتاح، ولا حتى اليوم بيعدي. من يوم ما هواك سابني وراح، ولا مستنيك ترجع لي، ولا كنت ببعدك يوم مرتاح، ولا حتى اليوم بيعدي. الله. مطرب الشاب احمد زكريا، الحقيقه اسعدتنا، بشكرك جدا، اسعدتني بحضورك وبغنائك وبحوارك، بشكرك جدا. الوقت دهمني. عايز تقول صح النوم في بسرعه لمين؟ صح النوم لمين بسرعه؟ لكل الناس اللي شافتنيش النهارده. خليهم صح النوم، وانا بحبكم جدا، وان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم، واستنوني فيهم مفاجآت كتير جدا ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا احمد زكريا المطرب الشاب. بشكركم اعزائي المشاهدين. قبل 2.5 من الان ان شاء الله السبت والخميس القادمين. بشكر كل فريق الاعداد، ميادة عابدين، ايمن الحكيم رئيس تحرير برنامج، طاقم الاخراج كله، محمد طلعت المخرج، نضال البكري منتج فني، وليد حسني اشراف عام. بشكركم برجو التواصل معنا على صفحه برنامج صح النوم مع الكاتب محمد الغيطي على الفيسبوك، وان شاء الله سنلبي طلباتكم في الحلقات القادمه. أشكركم جدا وكل سنة وانتم طيبين وتصبحوا على ألف خير. كان معكم محمد الغيطي، شكرا.